خوشي السلام عليكم. خوشي لقينا الدري ايمن هو اللي نقلب عليه ولا شي لعيبه اللي بغاه. بان لي ملاشي ماشي هو هذاك. شوف ليه يا اخي اكبر دار كتخلي. المهم خوشي كاين شي لعيبه ولا شي لعيبه بريفي خوشي ولد قناطر. خوشي السلام عليكم. خوشي لقينا الدري ايمن هو اللي نقلب عليه ولا شي لعيبه اللي بغاه. بان لي ملاشي ماشي هو هذاك. شوف ليه يا اخي اكبر دار كتخلي. المهم خوشي كاين شي لعيبه ولا شي لعيبه بريفي خوشي ولد قناطر. في إحدى الأيام اختفى اليوتيوبر المغربي الشهير أيمن سنباي بشكل غامض، لم يظهر على منصات التواصل الاجتماعي، وتوقفت محتوياته المعتادة عن الظهور. تزايدت المخاوف والتساؤلات بين متابعيه وأصدقائه وأفراد عائلته. تكثرت الشائعات حول اختفائه، بعضها يقول إنه تعرض للخطف، وآخرون يعتقدون أنه قد يكون قد تعرض لحادث. كان الجميع يبحثون عن أي أدلة تشير إلى مكان وجوده وسبب اختفائه. بعد أسابيع من البحث، تلقت الشرطة الإشارة إلى وجود شخص يشبه أيمن في مدينة القنطيرة. قامت الشرطة بتنظيم عملية بحث واسعة النطاق في المدينة، وبالفعل تم العثور على أيمن في حالة صحية سيئة في إحدى الشقق المهجورة. تم نقل أيمن إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. تبين أنه كان يعاني من انهيار نفسي بسبب الضغوط النفسية الشديدة والتوتر الذي يعاني منه بسبب الشهرة والضغوط المرتبطة بالعمل في عالم اليوتيوب. بدأت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم أيمن وتوعية الناس بأهمية الصحة النفسية وضرورة مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية. تلقى أيمن الكثير من الدعم والمحبة من جمهوره ومتابعيه، وتعهد بأخذ وقته للتعافي والعودة بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي. بعد عدة أشهر عاد أيمن سنباي إلى اليوتيوب مع رسالة قوية حول أهمية الرعاية الذاتية والسعي للسعادة النفسية. شارك تجربته ومعاناته مع الجمهور، وساهم في نشر الوعي بقضايا الصحة النفسية وكيفية الاهتمام بها. أصبح أيمن قدوة للكثيرين، واستخدم منصته لنشر الإيجابية والتفاؤل. تمكن من تحويل تجربته السلبية إلى قوة إيجابية وأثر بشكل كبير على حياة الناس الذين يواجهون مشاكل نفسية مماثلة. تحولت قصة اختفاء أيمن سنباي إلى قصة تحفيزية للكثيرين، وذلك بفضل شجاعته في مواجهة مشاكله ومساعدة الآخرين في التغلب على تحدياتهم النفسية.